Welcome back to English with دنيا. في فيديو النهاردة هنتعلم أهم الجمل اللي أقدر استخدمها في الكافيه بنطق بسيط وترجمة واضحة من غير أي تعقيد. خلي الإنجليش أسلوب حياة وجزء من يومك. يلا بينا. Are you ready? Let's go. أول حاجة محتاجين نعرف إن الكافيه يعني إيه. كافيه يعني كافي شوب. أوكي، وبالتالي إحنا في الكافي شوب اسمها at the coffee shop. So let's learn English at the coffee shop. في أقل من دقيقة دلوقتي هنتعلم إزاي أعمل أوردر في الكافيه بالإنجليش بكل ثقة وسهولة. أول حاجة محتاجين نعرف إن الكاشير هنا أو عامل تحضير القهوة اسمه باريستا، والكلمة دي كلمة إيطالية. تاني اسمها باريستا. طيب ليه كلمة إيطالية زي كلمة كافيه كلمة فرنسية؟ الكلمات دي دخلت الإنجليش بثقافتها زي ما هي كاستعارة كده. أوكي، دخلت بالبروننسيشن بتاعها بالنطق والجرامر بتاعتها زي ما هي. ما علينا، احنا كزبون اسمنا ايه؟ كاستمر. اوكي يلا بينا نبدأ. Are you ready? Let's go. خلاص دخلنا الكافي شوب وهبدأ اعمل اوردر. فهنقول Hi, can I get a cup of coffee please? Hi, can I get a cup of coffee? مرحبا، ممكن كوباية قهوة من فضلك؟ فالبريستا هيرد عليك بكل أدب هيقولك Sure, do you want it hot or iced? Sure, do you want it hot or iced? خلي بالك قلت want it ما قلتش want it. طب ليه؟ عملنا حاجة اسمها linking. ايه اللينكينج ده؟ هو عبارة عن ان انا بجمع الكلام في بعضه وبخليه كأنه كلمة واحدة زي native speakers بدون اي تقطيع. فهنقول تاني Sure, do you want it hot or iced? طبعا عايزها سخنة ولا باردة؟ خلاص ككاستمر خدت القرار وقلت له انها سخنة. hot please and can I add some milk? اوكي سخنة من فضلك، ممكن اضيف لبن؟ هيقولي sure I'll get that for you. sure I'll get that for you. خلي بالك انا ما قلتش get that. طب ليه؟ خلي بالك هنا ان احنا جمعنا وعملنا الاخر التي بتاعت that كأن اصلا ما قرأتهاش، حاجة اسمها flip T كأنها زي حرف الهمزة كده في العربي، وخرج لسانك في التي اتش بتاعت that. فهقولها تاني sure I'll get that for you. sure I'll get that for you. تمام، هعمل لك اللي انت طلبته. ممكن برضه يقولي طبعا طب محتاج حاجة تاني؟ هقولي of course anything else. of course anything else. خلي بالك ما قلتش anything. خلاص خرج لسانك في التي اتش والاخر الاي ان جي مش بقرأها بالظبط انج، يعني كأنها المخرج بتاعها نيزل من الانف. تمام، فهنقول of course anything else. اوكي اسمها else برضه. تمام طبعا. طيب محتاج حاجة تاني؟ في كومنت بسيط بس ان احنا لما اجي اعمل صيغة مؤدبة للطلب او اعمل اوردر معين بقول can I بلس الفيرب بلس التكملة، زي مثلا اقول لك can I get can I add وهكذا. طب خلاص خلصنا الكونفرسيشن بتاعتنا وفنشناها، محتاجين جملة بسيطة اقفل بيها الاوردر بتاعي بكل ادب. فهقول له that's all thank you. that's all thank you. دي كل حاجة شكرا. وبكده احنا اتعلمنا ازاي اعمل اوردر في الكوفي شوب in English. Now you can order coffee in English. That's all about it and see you later. Bye.